مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم وصفتنا بتصير على عشاء خفيف، بتصير غدا سريع، بتتقدم مع رز أبيض أو مع معكرونة أو حتى حشوة سمبوسك أو ساندويش عادي. وصفة إلى خيارات متعددة وكتير طيبة. كل اللي عليك أول شي إنك تجيبي كيلو من صدورة الدجاج، تقطعيها قطع، إما بدك إياها مثل قطع الشيش أو بدك إياها أصغر من هيك، حتى إذا بدك إياها مفروم كمان بصير. حطيت نص الكمية على مقلاية حامية مع زيت وزبدة على نار عالية، وبدي اياه لحتى تنشف ميته وياخد لون. شايفين هلا شلون اخد لون؟ هي اول كمية. هلا حشيلها وحط الكمية الثانية. هي الكمية الثانية كمان بعد ما اخدت لون بدي شيلها. طبعا هيك هلا بيكون انا عندي الدجاج التدع واستوى، كمان بدي اتركه لحتى يستوي. هلا هون بحط زيت، برجع بحط زيت، هو يفضل بنفس المقلاية بس انا غيرت المقلاية. حطيت بصلة كبيرة مقطعة مربعات مع معلقة زيت، فيك تحطي زبدة، فيك تحطي سمنة، اللي انت البدين اللي انت بتحبيه. لحتى تدبل معي البصلة بدي احط لها شوية معلقة دبس رمان، بدي خليها تظهر الحلاوة تبعها شوي. هاي خطوة اختياري، فيك ما تحطيها. هلا هون عندي فلفل خضراء وفلفل حمراء وجزرة كمان قطعتهم مكعبات، حطيتهم فوق البصلة ودبس الرمان. هون عندي خلطة البهارات، هي المكون الرئيسي يلي بتنقل هالوصفة نقلة تامة لموقع يعني كتير طعمة طيبة. والصويا صوص، هلا طبعا انت فيك تلعبي بالبهارات مثل ما انت بتحبي. البهارات مكتوبة عندي ببداية الوصفة كتبتها. رجعت بعد ما هيك كل المكونات تسبكت مع بعضها وشوي دبلت الخضار، رجعت الدجاج وحطيت له ملح، وهلا ححط فلفل. بتركهم هيك شوي لحتى يتسبكوا مع بعضهم. وانا حطيت هوت صوص، اللي بده بيحط اللي بده ما بيحط، كمان هي خطوة اختيارية بس هيك بيعطي طعمة طيبة. هلا انا على جنب قالي بطاطاية مقلية، بطاطاية قليتها قطعتها مكعبات وقليتها وحضيفها عليهم. وهي هي كل الوصفة. شايفين شو حلوة شو سهلة. فيك تحطي لها اذا بتحبي كمان كزبرة، فيك تحطي لها بقدونس مثل ما بتحبي، بس انا ما حطيت. هلا هون عم بعملها سندويشات. مثل ما قلت لك انت فيك تعمليها باي شيء بتحبيه، مع رز ابيض فيك تقدميها، فيك تقدميها مع مكرونه، حتى بتنفع حشوه سمبوسك كتير بتطلع طيبه. اخذت شوي من الصوص اللي نازل دهنت فيه الساندويش، وهلا هحط الحشوه. عن جد وصفه البهارات كتير عطتها طيابه كتير قويه. وفيك طبعا انت تبدلي بتحطي البهارات اللي بتحبيها، وفيك تستغني عن البهارات اللي ما بدك اياها. بس صدقوني هو وصفه البهارات كتير حتعطيها نكهه طيبه، هي والصويا صوص. زينتها بشوية مايونيز وشوية خردل، طبعا انت الاضافات اللي انت بتحبيهم فيكي تعمليها. هلا هو اهم مكون بالبهارات هو الكاري، فيكي تحطي غير اي شيء تاني. انا حطيت كاري اهم شيء، وكركم وفلفل ابيض وكزبرة يابسة وزنجبيل فريش وكمون بابريكا وروزماري. وهيدا هو الشكل النهائي. قدمتها مع كولا وبطاطا مقلية وصوصات اللي انت بتحبيها. بتمنى تعجبكم الوصفة، وبتمنى تجربوها لأنها عن جد كتير طيبة، حتنال إعجابكم مع عشا خفيف وسريع كتير طيبة. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. وشكرا لكل الصبايا انضموا للقناة. سلام.